عادة من يطلع لاعب قصير ويلعب رجله يسار وسريع ومهاري ابن الناس تشبهه بميسي، والناس بلشت تسميه بميسي الجديد، مع انه خلال فترة ميسي طلع فوق ال100 لاعب ميسي جديد بس ولا واحد تقريبا نجح. بس بالنسبة لأردا جولر اكو شعور مختلف بتركيا ويا نادي فنربخشة. صحيح الناس تسرعت من شبهة اللاعب بميسي، لكن مسيرته راح تكون مميزة. ليش مميزة؟ لانه عنده شيء مختلف عن كل اللاعبين اللي كانوا يتشبهون ميسي بالفترة الأخيرة. لمسته كصانع لعب وتسارعه بالكرة، يبلش ببطء بعدين يصير اسرع من المدافعين. على موديك الصحف التركية قالت هذا افضل لاعب وصفه بميسي الجديد، يعني عنده افضل فرصة ينجح كلاعب. والشيء الرئيسي اللي يشجع كل الأندية بالاهتمام بهذا اللاعب انه فسخ العقد ويا نادي فنربخشة واضح جدا بعقده، هم 18 مليون يورو تدفعهم وتاخذ اللاعب، وهذا السعر بالنسبة للتطوير اللي صار على هذا اللاعب فهو جدا قليل. والشيء الاخير اللاعب من مواليد 2005، يعني عمره بس 18 سنة. فمبروك لجماهير الملكي، وبانتظار نشوف اللاعب اذا صدق استحق هذا التطبيق.